جاهزين للسنة الجديدة ولا مش قوي؟ هنبدأ بداية جديدة، فهاتوا حاجاتكم اللي هتشربوها ويلا بينا نبتدي. بصوا يا جماعة، احنا ايا كان بقى اللي حصل في 2024، احنا هنبتدي بداية جديدة تماما. ايا كان اللي حصل خلاص، مش مشكلة. احنا اكننا هنتولد من اول وجديد في 2025. انسوا بقى اي حاجة حصلت قبل كده. بس قبل ما نتكلم ازاي ان احنا هننظم السنة بتاعتنا الجديدة 2025 عشان نقدر نوصل فيها للحاجات اللي احنا عايزين نعملها، احنا لازم الاول نبص على، للأسف يعني، 2024 بالحلو بقى والوحش واللي اتعلمناه واللي خسرناه وكل حاجة، علشان منها الحاجات اللي اتعلمناها نستغلها في 2025، والحاجات اللي احنا ضرتنا او كده نحاول ان احنا نطلع منها دروس كده مستفادة عشان ما نقعش فيها قدام تاني. فالفيديو ده هساعدكم ان انتوا تحللوا السنة بتاعتكم اللي فاتت اللي هي 2024، وهديكوا شوية أسئلة هتساعدكم جدا ان انتوا تفكروا، وتبقى الصورة كده واضحة بالنسبة لكم قدام، اكنها ايه، خريطة كده بتترسم في مخكم. وفي اخر الفيديو لو انتوا مهتمين تعرفوا ايه الدروس اللي انا اتعلمتها السنة دي هقولها لكم برضو، فلو عايزين تعرفوها كملوا الفيديو للاخر. طيب هنبتدي دلوقتي بشوية أسئلة انا هسألها لكم، والأحسن إن انتوا الإجابات كلها تكتبوها، لأن كل الإجابات دي احنا هنحتاجها في الفيديو اللي جاي كمان، اللي هو بننظم لسنة 2025. فيلا بقى كل حد يجيب قلم وكراسة، أو اللي بيحب يكتب على اللابتوب أو اللي بيحب يكتب على الموبايل. هاتوا حاجاتكم ويلا بقى علشان نتكلم شوية مع بعض. حاسة إن أنا المحللة النفسية بتاعتكم يا جماعة. بس بجد الأسئلة دي حلوة قوي، وأنا نفسي حاسة إن أنا بعد ما كتبتهم كده وفكرت فيهم حاسه ان انا ارتحت. السؤال الاول عايزاكم كده بكل صراحه تقولوا لي انتوا حاسين بايه دلوقتي كده وانتوا في شهر 12 في اخر السنه. ايه احساسكم من خلال كل اللي حصل في السنه اللي فاتت؟ هل انتوا حاسين ان انتوا مبسوطين بالحاجات اللي انتوا حققتوها في 2024، ولا حاسين ان هي ما كانتش كفايه، او ما كانتش الحاجات اللي انتوا كنتوا عايزين تعملوها ودخلتوا في حاجات تانية، يعني اخدت من وقتكم ومن مجهودكم وكده وبعدتكم عن الحاجات اللي انتوا كنتوا فعلا عايزين تعملوها؟ وده اول سؤال انا مستنياكم ان انتوا تكتبوا الرد بتاعه. تاني سؤال، ايه الحاجات اللي انتوا فخورين او مبسوطين ان انتوا وصلتوا لها او حققتوها السنه دي؟ يعني مثلا هديكم مثال على نفسي، كان بقالي كتير عايزه ابتدي قناه اليوتيوب دي والحمد لله ابتديتها. دي اول حاجه انا فخوره بيها من نفسي ان انا عملتها السنه دي. تاني حاجه، بعد ما ابتديتها انا قناتي ما كانتش متفعله، اللي هي الارباح او المونetization او كده، لان ليها شروط معينه، فحطيت ليها خطة واشتغلت عليها والحمد لله فعلتها. ودي مثلا حاجة من الحاجات اللي انا مبسوطة ان انا حققتها السنة دي، ومش عشان الهدف نفسه على فكرة، علشان بس انا قلت لنفسي ان انا هعمل الحاجة دي وفعلا عملتها. السؤال اللي بعده، مين شخص في حياتي او في الدايرة بتاعتي بيديني طاقة ايجابية؟ ممكن اكون انا مثلا، لا بهزر، بس ممكن اكون انا فعلا، بس ممكن برضو يكون حد تاني من صحابكم وعائلتكم او كده. انا عايزاكم بس ان انتوا تختاروا شخص، او ممكن مثلا لحد 3 اشخاص، ناس دي السيف سيركل بتاعتكم او الدايرة بتاعتكم المحيطة بيكم، اللي بتديكوا طاقة إيجابية وبتحسوا معاها إن انتوا مطمنين. بصوا دي كلها الأسئلة اللي هتديكوا طاقة إيجابية، لسه في أسئلة تانية جاية بعد كده هتضايقوا شوية، بس احنا لازم نعمل كل حاجة نقدر إن احنا نعملها علشان السنة الجاية تبقى أحسن. السؤال اللي بعده، ايه الفرصة اللي جاتلي السنة دي حاجة خلتني مبسوط أو حاجة فرحتني؟ أنا بالنسبة لي مثلا في الجزء الأول من السنة أنا كانت جاتلي فرصة أنا كنت بشتغل فيها، أنا كنت حباها جدا وكانت حاجة مستنياها، وأنا بالنسبة لي الفرصة دي مبسوطة إن هي جاتلي وإن أنا اشتغلت عليها فترة، حتى لو هي خلاص مش معايا دلوقتي أنا مبسوطة برضو إن هي حصلت، لأن أنا اتعلمت منها حاجات كتير واتعرفت كمان منها على ناس انا بالنسبه لي بحبهم جدا. السؤال اللي بعده، افتكروا موقف حصل لكم السنه دي انتوا حسيتوا ان انتوا فخورين بيه من نفسكم، مش حاجه ليها علاقه بالشغل، لا حاجه في الحياه اليوميه، يعني ساعدتوا حد، كان في حد محتاج حاجه وعملتوها له، حد فرح بسببكم، كان في قطه جعانه حطيتوا لها اكل ميه. لان الحاجات دي على قد ما هي تبان بسيطه
أو سطحية، لكن في الحقيقة المواقف دي بتفرق جدًا في نفسيتنا، وإحنا ممكن نبقى بناخدها كده مش في الاعتبار أو ما بناخدش بالنا منها، عشان صدقوني الحاجات البسيطة دي هي اللي بتأثّر بعد كده على سعادتنا. فرحنا شوية ندخل بقى على الحاجات اللي إيه، هتدمّرنا. أنا عارفة إن إحنا هنا ناس كلنا أقويا يعني وما بنتأثّرش كده بسهولة، فيالّا بقى نواجه الواقع. أنا عايزاكم تقولوا لي إيه الحاجات اللي ضايقتكم في 2024، تكتبوها يعني بينكم وبين نفسكم ما تقولهاليش، وهنقسّمها لجزئين. جزء حاجات إحنا اللي متحكمين فيها، وجزء تاني حاجات خارجة عن إيدينا، بس يا ريت ما تحطوش كل حاجة في الحاجات اللي خارجة عن إيدينا علشان يعني إيه، ما تضحكوش عليَّ. فكّروا في كل موقف كويس، حاجات ضايقتكم، معلش أنا عارفة إن هي مش أحسن حاجة إن أنا أقول لكم فكّروا في الحاجات اللي ضايقتكم، بس أنا باساعدكم إن إحنا كلنا نطوّر من نفسنا، وأنا معاكم كمان. علشان كده لازم إن إحنا نفتكر الحاجات دي علشان تتعلم كده معانا ونبقى استفدنا منها درس، ما تبقاش حصلت وخلاص. طيب بعد ما نكتب الحاجات دي، عايزة ان انتوا صفحة جديدة بقى، وعايزاكم كده تكتبوا ايه التحديات اللي انتوا واجهتوها في 2024 ايا كان بقى. ممكن تبقى حاجات خلت حياتكم صعبة مثلا من الناحية المادية، من الناحية الصحية، من الناحية الاجتماعية، علشان انا عايزاكم تبقوا عارفين كويس ايه المشكلة اللي عندنا. يعني هل أنا مثلًا نِفْسي يبقى عندي صحاب كتير، بس أنا ما عنديش صحاب كتير، طب ليه أنا ما عنديش صحاب كتير؟ هل أنا باخد من وقتي ومجهودي وباسأل على الناس، والّا أنا أصلًا ما باعملش كده؟ وعلى فكرة دي من المشاكل بتاعتي، بس أنا ابتديت إن أنا آخد بالي من الموضوع ده، وقبل مثلًا ما أبقى عايزة الناس تسأل عليَّ، أنا باسأل عليهم الأول. حد تاني مثلًا ممكن يبقى بيواجه مشاكل صحية، طب هل المشاكل الصحية دي بتحصل بسبب حاجة خارجة عن إيديكم، والّا في عادات يومية إحنا بنعملها هي اللي بتتسبب أو بينتج عنها إن إحنا نبقى عندنا المشاكل الصحية دي؟ نفس الكلام من الناحية المادية، هل أنا باواجه مشاكل مادية، طب هل أنا باواجهها بسبب إن أنا مثلًا مصدر دخلي مش كويس، والّا مثلًا إن أنا مصدر دخلي مش كويس بس أنا برضه عادات بتاعتي في الصرف برضه مش مساعداني؟ يعني في ناس مهما تعمل فلوس برضه بتصرفها كلها. طب هل كده بقى المشكلة في إن إحنا بنعمل كام، والّا في إن أنا باصرف إزاي؟ طب ولو في إن أنا أصلًا باعمل كام، طب هل أنا مثلًا عندي وقت بعد كده إن أنا أعمل حاجات تانية على الجنب، أو أزوّد مصادر دخلي، أو أستثمر فلوسي وأنا ما باعملهاش؟ عايزاكم تراجعوا نفسكم بالشكل اللي أنا باكلمكم بيه كده دلوقتي. طيب وغير بقى المشاكل دي، في حاجة تانية اسمها internal blocks، أو الحاجة اللي إحنا من جوانا بتوقّفنا ساعات عن إن إحنا ناخد فرص معيّنة، زي مثلًا الخوف أو عدم الثقة في النفس أو الحاجات دي. يعني عارفين ساعات كده بييجي لنا فرص وأقول مثلًا لنفسي لأ أنا مش كويسة يعني كفاية فيها، وحد تاني ممكن يبقى عنده نفس المعرفة بتاعتي أو يمكن أقل، يحس إن هو لأ أنا كويس. فدايمًا خدوا بالكم من مشاعركم، وحاولوا إن أنتم ما تخلوش الinternal blocks دي توقّفكم من تحقيق أهدافكم. وده عامةً ممكن يساعد فيه الحاجات اللي هي بتاعة إن الواحد يفهم شخصيته أو تحليل الشخصية. طيب بعد كده إيه بقى الحاجات اللي إحنا هنسيبها في 2024 مش هناخدها معانا؟ زي ما قُلت لكم قبل كده الحاجات دي ممكن تبقى أشخاص، مواقف، عادات، شغل، دراسة، أيًا كان إيه الحاجة اللي أنا حاسة إن هي خلاص مش مناسبة ليّا، ومش بتساعدني ومش بتفيدني، أو مش الحاجة اللي أنا عايزة أعملها، وخلاص أنا هاسيبها في 2024 وهابتدي بداية جديدة هاعمل فيها حاجة مختلفة تمامًا. ومن ضمن العادات عايزاكم كمان تاخدوا بالكم من العادات اليومية اللي أنتم بتعملوها. أنا باعمل إيه أول ما باصحى، باعمل إيه قبل ما أنام. أنا قريت قبل كده إن أهم فترتين في اليوم هي أول ما بتصحوا وقبل ما تناموا. طب ندخل بقى على الدروس اللي أنا شخصيًا اتعلمتها السنة دي، هاشاركها معاكم في الفيديو ده علشان ممكن إن حد تاني يستفيد منها أو يبقى بيعدي بحاجة ودرس من الدروس ده يعني يفتح له فكرة ما يكونش واخد باله منها أو حاجة. ويا ريت انتوا كمان تكتبوا لي ايه الدروس اللي انتوا اتعلمتوها السنة دي، حتى لو درس واحد بس في الكومنتات. انا حاسة انه انا دايما كنت مستنية ان انا حياتي تبقى خلاص بقى متظبطة، كل حاجة تمام وشغال اكنها مكنة كده، عارفين في ماشين، والماشين دي بندوس على الزرار وكل حاجة ماشية تمام. في الحقيقة أنا حاسة إن أنا اكتشفت إنه ده عمره ما هيحصل، دايما هيبقى فيه عوائق، ودايما هيبقى فيه
تحديات في كل فترة في حياتي، فخلاص أنا بالنسبة لي يعني ما بقيتش مستنية إن كل حاجة تبقى كويسة علشان أبقى مبسوطة. أنا مثلًا الفترة دي فعلًا الشهر ده بامُر بحاجات كتير أوي، مش أحسن حاجة يعني، ولكن لو حد عندي على الإنستجرام هتشوفوا إن أنا الأسبوع اللي فات كنت مسافرة وقاعدة على البحر. هل ده عشان أنا حياتي خلاص كل حاجة حلوة ومتضبّطة، فأنا قاعدة على البحر بقى ومبسوطة؟ لأ طبعًا. بس يعني زي ما قُلت لكم، إحنا لو فضلنا مستنيين إن كل حاجة تبقى حلوة عشان نبقى مبسوطين ونعيش حياتنا وكده، إحنا مش هنعمل حاجة. فخلاص حاولوا إن أنتم دايمًا تفصلوا. عايزة أقول لكم فعلًا الأسبوع اللي أنا فصلت فيه ده، حاسة إن أنا راجعة يعني مش أحسن حاجة، لإنه طبعًا أكيد المشاكل يعني مش هتختفي لمّا أروح أقعد على البحر، لكن أنا حاسة إني قادرة إني أكمّل، فاهمين قصدي؟ يعني قادرة لسه أعافر تاني وأحاول تاني وكده. ساعات برضه إن الواحد يفصل بتبقى مفيدة، وبتخلّيكم كمان تشوفوا كل حاجة بزاوية مختلفة، غير لو أنتم قاعدين في المشكلة ومش شايفين ومش بتفكّروا غيرها وبتعملوا نفس الحاجة كل يوم. تاني درس اتعلمته إنه أنا دلوقتي مثلًا في سِنّي، أنا عندي 28 سَنة، أنا حاسة إن أنا في الرحلة بتاعتي في حاجة يعني في نقطة معينة في حياتي غير ناس تانية في نفس سني وممكن كانت نفس دفعتي، غير ناس تالتة عملت حاجات يعني مختلفة تماما. بس أنا هقول لكم حاجة، أنا لو بالنسبة لي بصينا على كل الأمثلة دي، أنا حاسة إنه كل الأمثلة دي كويسة، فاهمين قصدي؟ يعني أنا مثلا ساعات أدخل على صفحة فيسبوك مثلا بتاع جروب بنات أو كده، والاقي حد بنت مثلا كاتبة اللي هو أنا وصلت للسن ده ولسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، وانا حاسه ان انا كل اللي قدي عادي. يعني ايه المشكله؟ مش لازم ان احنا كلنا نبقى ماشيين في نفس الطريق بالظبط. كل حد يعني صدقوني كل حاجه بتحصل بتاثر على جزء تاني في الحياه، فما تقارنوش نفسكم باي حد وما تقلقوش. يعني انا حاسه انه فعلا كل حد في الرحله بتاعته في الطريق بتاعه مناسب ليه ومناسب لحياته. بالعكس حاولوا ان انتوا دايما تبصوا على الجزء الايجابي في الرحلة بتاعتكم وفي الحياة بتاعتكم، وتشوفوا ايه الحاجات اللي حلوة بالنسبة لكم وتتبسطوا بيها، لانه طول ما احنا قاعدين بس باصين على الوحش، احنا في حاجات تانية كتير بجد في ناس بتتمناها وهي عندنا واحنا مش بنبقى مهتمين بيها ولا واخدين بالنا منها، لان احنا باصين بس على الحاجات الوحشة اللي بتحصل لنا وقاعدين متضايقين عشانها. الدرس اللي بعده، اهتموا بالناس اللي في حياتكم، سواء بقى عيلتكم صحابكم كل الكلام ده، لانه طول ما انتوا مع بعض في البيت وبتتخانقوا وبيحصل مشاكل وبتضايقوا بعض وكده، بتبقوا حاسين ان انتوا مش طايقين الناس ولا حابينهم ولا كده. لكن عايزة أقول لكم إنه أول ما بتبعدوا عن بعض بسبب بقى أيًا كان الظروف، يعني سواء سافرتوا، سواء اتجوزتوا، سواء يعني أيًا كان، بتبدأوا إن أنتم اللي هو إيه، اللي هو لأ، تحسوا إن أنتم بتشوفوا الناس دي بشكل مختلف تمامًا وبتقدّروهم بشكل مختلف تمامًا. وأنا باقول كده لإني أنا عارفة إن في الكومنتات عندي ناس كتير من اللي بتتابعني ممكن يبقوا متضايقين شوية من الناس اللي عندهم في البيت، سواء مثلًا إخواتهم، أهلهم، الكلام ده كله. بس صدقوني أنا فاهمة كويس اللي أنتم بتتكلموا فيه، لإنه أكيد يعني كلنا عدّينا بمواقف يعني مع عيلتنا وكده، وفي وقتها بنبقى متضايقين، بس أنتم مش هتقدّروا برضه المميزات إن أنتم تبقى عندكم عيلة أو صحاب أو ناس قريبة منكم بتحبكم، حتى لو ساعات بتضايقكم لحد لمّا تبعدوا عنهم. حاجة كمان أنا اتعلمتها السنة دي، أنا ما كنتش باحب القراية، حتى لمّا كنت باحب آخد معلوماتي كنت باخدها من فيديوهات مثلًا documentaries، أخبار، حاجات يعني ما اضطرش إن أنا أقراها. لكن أنا دلوقتي في كتاب باقراه والكتاب ده شدّني أوي، لكن كمان أخدت بالي إن أنا وأنا باقراه باحس إن أنا relaxed أوي ومسترخية أوي، فأنا بالنسبة لي الكتاب ما بقاش مجرد معلومات، هو كمان بيدّيني راحة نفسية. فبالنسبة لي اتعلمت إن القراية كمان دي therapy أو نوع من العلاج اللي بيدّينا راحة نفسية، ودي حاجة أنا هاخلّيها معايا الصراحة في 2025. ومن ضمن الحاجات اللي أنا باعملها كمان هو إنه الكتاب بالEnglish، فباخلّي معايا قلم رصاص، ولمّا بالاقي أي كلمة أنا مش عارفة معناها باعلّم عليها وبادوّر على الكلمة دي وباكتب المعنى بتاعها بالEnglish برضه، بس اللي أنا عارفاه. ده عامةً بالنسبة لي بيفيدني إن أنا باكبّر الكلمات اللي أنا أعرفها عشان لمّا آجي أتكلّم يبقى عندي مخزون من الكلام أعرف إن أنا أستخدمه، ما أكونش باكرّر نفس الحاجات. حاجة كمان أنا اتعلّمتها وهو إني لمّا بازُق نفسي في مواقف يعني ما بتكونش أكتر مواقف مُريحة بالنسبة لي أو في الsafe zone بتاعي، دي أكتر مواقف الصراحة أنا باتعلّم منها وباكبر منها.
فمع إن بيبقى فيها إحساس اللي هو عدم الارتياح ده والخوف والقلق وما فيش بقى ثقة بالنفس وكل الكلام ده، لكن أنا أمّا قعدت أفكّر كده في المواقف دي، لقيت إن هي دي المواقف اللي أنا فعلًا باكبر منها وباتعلّم منها حاجات، فلمّا بقت تحصل أنا ما بقيتش باتضايق، بالعكس بقيت باحاول إن أنا أركّز وأحُط كل انتباهي في الموقف، واحاول إن أنا أستفاد منه على قد ما أقدر. الحاجة بعد كده اللي أنا اتعلمتها السنة دي هو إن أنتم لازم كل يوم تعملوا حاجة واحدة، حتى لو حاجة بسيطة تفرّحوا بيها نفسكم، لإنه للأسف إحنا كتير منا بطبيعتنا بنهتم أوي إن إحنا ناخد بالنا من الناس اللي حوالينا وما بناخدش بالنا من نفسنا ولا سعادتنا. فكل يوم اعملوا حاجة تبسطكم، ممكن تبقى أكلة، ممكن تبقى كتاب تقروه، جبت برضو كتاب تلوين بقعد ألون فيه. أنا بحب إن أنا أسمع الأخبار، بحب إن أنا أتعلم لغة جديدة. كل الحاجات دي أنا بالنسبة لي بعملها لنفسي، مفيش حد بيستفاد من الحاجة دي غيري. لازم يبقى فيه وقت مخصص ليكوا بتعملوا فيه حاجة ليكوا انتوا بس، يعني بتعملوها لمجرد إن هي هتفرحكم، مش لازم يبقى ليها لازمة. والدرس اللي بعد كده اللي أنا اتعلمته هو إن أنا أطلب المساعدة من الناس. وأنا صغيرة شوية كنت من الأشخاص اللي هي لأ، ما احبش أطلب حاجة من حد أبدا، بس أما كبرت حسيت إن هو عادي، يعني طب ما احنا كلنا بنساعد بعض، ايه المشكلة؟ يعني هل أنا لما حد بيجي يطلب مني حاجة مساعدة أو كده هل أنا بتضايق ولا انا بالعكس ببقى مبسوطه ان انا ساعدته؟ فابتديت ان انا اعمل ده برضو مع الناس التانية، بقيت اطلب منهم من الاشخاص اللي ممكن يساعدوني في الحاجه دي. وعايزه اقول لكم ما تحطوش في بالكم طب لو هو ما ساعدنيش، طب لو قال لي لا، خلاص عادي، لكن انتوا في الاخر عملتوا اللي عليكم. ودايما اتاكدوا انه لو في حاجه انتوا عايزين توصلوا لها هتوصلوا لها، سواء حد ساعدكم او ما حدش ساعدكم. فما تحطوش نجاحكم او فشلكم على ان حد يساعدكم، هي دي مجرد زي ميزه كده او بونص يعني للموضوع. لو حد ساعدكم هيسهل عليكم الطريق شويه، لو ما حدش ساعدكم هتوصلوا برضو بس بطرق مختلفة عن اللي الشخص ده كان هيقدمها لكم مش أكتر. فدايما اطلبوا المساعدة وسيبوا الناس هي اللي تختار تساعدكم أو ما تساعدكوش. وآخر حاجة عايزة أقولها لكم إن انتوا ما تجوش على نفسكم قوي، بالعكس سهلوا الدنيا على نفسكم، لأنه فكرة إن انتوا أصلا بتحاولوا تطوروا من نفسكم وتبقوا أحسن دي في حد ذاتها أصلا خطوة كويسة. في ناس بالنسبة لها مش بتسعى أصلا لحاجة زي دي، فما تجوش في أي خطوة مثلا ما تحصلش أو تأثروا فيها أو كده تقعدوا تدوا نفسكم كلام سلبي. واخر حاجه لو كملتوا الفيديو لحد هنا انا بشكركم جدا. بس انا لسه ما خلصتش، اخر حاجه سريعه مش هاخد من وقتكم كتير، بس عشان نجهز للفيديو اللي جاي انا عايزاكم تتاكدوا ان انتوا عاملين صفحه كده فيها كل النجاحات اللي انتوا حققتوها في 2024 وكل الحاجات اللي احنا هنسيبها في 2024. انا محتاجه ان انتوا تعملوا الليسته دي ضروري قبل ما تتفرجوا على الفيديو اللي جاي اللي احنا هنبقى بنحضر فيه ل2025. واخر حاجة عايزة اشكركم جدا لكل الناس اللي بتتابعني وكل الناس اللي بتسأل عليا لما بختفي، بس انا بجد مبسوطة جدا وحاسة انه الناس اللي عندي على اليوتيوب كلهم ناس انا محظوظة بيهم جدا، ومش مجرد ناس بتتابعني ولا اني بعمل لهم فيديوهات. بالعكس انا فعلا قلت لكم الكلام ده كتير، بس انا فعلا بحس ان احنا كلنا صحاب، وانا نفسي بستنى الكومنتات بتاعتكم. ويلا خلاص كفايه رغي لحد كده، اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.